بسم الله الآب الخالق العاقل الناطق بالكلمة والروح المحيي الإله الواحد آمين. سلام ونعمة مع جميع أحباؤنا ومشاهدونا على قناة The Light from the East أو نور من المشرق. نبدأ بحلقة جديدة، وهي الحلقة الثانية الذي فيها سنرد على الذين دعونا إلى دين التوحيد أي المسلمين. وموضوع هذه الحلقة هو التوحيد والتثليث. فنحن معشر المسيحيين نؤمن بإله واحد لا شريك له، غير محدود، مالئ السماوات والأرض، خالق الكل، أزلي قبل الأكوان، أبدي لا نهاية لملكه. وهذه العقيدة واضحة تماما في الأناجيل المقدسة وقانون الإيمان. ولكن قبل كل شيء فإني أسألك يا أخي المسلم عن هذا الواحد الذي دعوتني إليه، إلى الإقرار بوحدانيته. كيف تفهم وحدانية الله؟ وعلى كم نحو يقال للواحد واحدا؟ فإذا أنبأتنا بذلك علمنا أنك صادق فيما ادعيت من عبادة هذا الواحد. أما إن كنت غير عالم به فأين علمك؟ ألا تعلم أن الواحد لا يقال له واحدا إلا على 3 أوجه، إما في الجنس، أم في النوع، إما في العدد. ولست أرى أحدا يدعي غير هذا أو يقدر أن يجد غير هذه الأوجه 3. فإن قلت أنه واحد في الجنس صار واحدا عاما لأنواع شتى، لأن حكم الواحد في الجنس هو الذي يضم أنواع كثيرة مختلفة، ذلك مما لا يجوز في الله يا أخي المسلم. وإن قلت أنه واحد في النوع صار ذلك نوعا عاما لأقانيم شتى، لأن حكم النوع يضم أقانيم كثيرة في العدد. وإن قلت أنه واحد في العدد كان ذلك ناقضا لكلامك أنه واحد فرد صمد كما يدعون المسلمين، لأنه لو سألك سائل عن نفسك كم أنت لا تقدر أن تجيبه أنك واحد فرد. فكيف يقبل عقلك أيها الأخ المسلم هذه الصفة التي لا تفضل إلهك على سائر خلقه؟ ولأنك مع وصفك إياه بالعدد كنت وصفته أيضا بالتبعيض والنقصان، أي البعض والنقصان. ألا تعلم أن الواحد الفرد هو بعض العدد؟ لأن كمال العدد ما عم جميع أنواع العدد، فالواحد بعض العدد، أي الواحد هو جزء من العدد، وهذا ناقض لكلامكم. فإن قلت أنه واحد في النوع فللنوع ذوات شتى لا واحد فرد كما تدعون. وإن قلت أنه واحد في الجوهر نسألك هل تخالف صفة الواحد في النوع عندك صفة الواحد في العدد؟ وهل تعني واحدا في النوع واحدا في العدد لأنه عام؟ فإن قلت نعم قد تخالف هذه تلك. قلنا لك حد الواحد في النوع عند أهل الحكمة اسم يعمم أفرادا شتى، وواحد الواحد ما لا يعمم غير نفسه. فهل تقر أن الله واحد في الجوهر يعمم أشخاصا شتى، أو هل هو شخص واحد؟ وإن كان معنى قولك أنه واحد في النوع واحد في العدد فإنك لم تعرف الواحد في النوع ما هو وكيف هو، ورجعت إلى كلامك الأول إنه واحد في العدد، وهذه صفة المخلوقين. وإن قلت هل تقدر أنت أن تصف الله واحدا في العدد إذ كان كزعمك الواحد في العدد بعض وليس بكامل؟ قلنا لك أننا نصفه واحدا كاملا في الجوهر مثلثا في العدد، أي في الأقانيم 3، في الخواص الإلهية 3 فقط كملت صفته من الوجهين جميعا. أما وصفنا إياه واحدا في الجوهر فلأنه أعلم جميع خلائقه، لا يشبه شيء منها ولا يختلط في غيره، بسيط غير كثيف، وروحاني غير جسماني، أب على كل شيء بقوة
بقوة جوهره من غير امتزاج ولا اختلاط ولا تركيب ولا انقسام. أما في العدد فلأنه عام لجميع أنواع العدد، لأن العدد لا يعد، وأن تكن أنواعه نوعين زوجا وفردا فقد دخل هذان النوعان في هذه الثلاثة. فبأي الأنحاء وصفناه لم نعدل عن صفة الكمال شيء كما يليق به، فوصفنا الله واحدا ليس على ما وصفته أنت فردا صمت. وأرجو أن يكون يا أخي المسلم هذا الجواب مقنعا لك ولجميع سامعين ومشاهدين هذه الحلقة. أما قول نبيك محمد إنه لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له كفوا أحد، فإن أنت أنصفتنا وقررت لي بأن الذي وصفه بذلك أي محمد هو الذي شنع عليه، أي شنع على الله هذه الأوصاف. وأما نحن فلا نقول إن لله صاحبة ولا أنه اتخذ ولدا ولا أنه كان له كفوا أحد، ولا نصفه بمثل هذه الرذائل من صفات التشبيه به كأنه مخلوق. وإنما هذه الشبهات والتشبيهات لكم من عند اليهود يا أيها المسلمين الذين أرادوا كيدكم بذلك، فلفقوا هذه القصص. وأنت تعلم يا أخي المسلم أن ليس في كتبنا المنزلة لهذا الذكر فتقبله عقولنا أو نتكلم به، إنما هو في قرآنك الذي أكثر تشنيعا علينا وادعى على المسيح سيدنا ومخلص البشر الدعاوي التي لم يقلها قط، أي لم يتكلم عنها المسيح، إنما ذلك هي من حيل وهب ابن منبه وعبد الله ابن سلام وكعب الأحبر اليهود الذين احتالوا في إدخال ذلك وغيره من التشنيعات علينا، بل وعليكم أيضا. إن فحصت عن ذلك في قرآنك عرفت حقيقته. نحن نقول إن الله الأزلي بكلمته لم يزال حليما رؤوفا، وإنما وصفناه بالرحمة والرأفة والملك والعز والسلطان والجبروت والتدبير وما أشبه هذه الصفات. لم يظهر لنا من أفعاله وقد أغبرت عنها عقول الناس واشتاقوا لها اشتياقا لأجل فعله إياها، فاستوجبها جل وعز بالكمال والحقيقة كما استوجب جميع ما سمي به من أجل فعله لها. فأما صفات ذات الجوهر ذو كلمة وروح أزلي لم يزال متعاليا ومرتفعا عن جميع النعوت والأوصاف. ولننظر الآن في هذه الصفات من حي وعالم، هل هي أسماء مفردة مرسلة أم أسماء مضافة تدل على إضافة شيء إلى شيء؟ يجب علينا أن نعلم ما هي الأسماء المضافة وما هي الأسماء المفردة المرسلة. فأما الأسماء المرسلة فهي كقول قائل أرض أو سماء أو نار أو ماء أو كل ما كان بما قيل شبيها مما لا يضاف إليها غيرها. أما الأسماء المضافة إلى غيرها كالعالم والعلم والحكمة والحكيم وما أشبه بذلك، فالعالم بعلمه والعالم علم العلم العالم، والحكمة حكمة الحكيم. والآن نسألك عن الموصوف بهذه الصفات اللازمة هي لجوهره في أزليته، أما هي مكتسبة أي اكتسبها اكتسابا واستوجب الوصف بها من بعد، كما استوجب أن يوصف أنه له خليقة حيث خلق وسائر ذلك مع ما لم أذكر من أسماء يسمى بها يجلى بها لفعله إياها. فإذا قيل كما وصف تعالى أنه كان ولا خلق حتى أتى على ذلك بالفعل، أي هنا يا أخوتي نفرق بين الموصوف والواصف، فإن الذي كان هو كائن منذ الأزل قبل أن يخلق العالم، وصف بالخالق لأنه خلق العالم. كذلك يجوز أن يقال إنه كان ولا حياة له ولا علم ولا حكمة حتى صارت الحياة والعلم والحكمة لديه موجودة، وهذا محال
أي هذا غير صحيح. فلم يكون الله لحظة خاليا من الحياة والعلم، أي من الحكمة والروح. ونعلم من هذه الصفات أن في الله صفتان مختلفتان، ونسميهم الخواص الذاتية والصفات التي يوصف بها. فأما الصفات التي اكتسبها من أجل فعله فمثل رحيم وغفور وخالق. أما الصفات المنزلة التي هي في الطبيعة، أي خواص الطبيعة الإلهية التي نسميها الأقانيم الثلاثة، هي أنه موجود الذي هو الآب، وأنه حكيم أي له عقل، حكيم ناطق أي بالكلمة، وحي بالروح أن الله روح. فقد صحت نتيجة هذه المقدمات أن الله واحد ذو كلمة وروح ووجود، ثلاثة خواص ذاتية أو ثلاثة أقانيم قائمة بذاتها يعمها جوهر اللاهوت الواحد، أي جوهر واحد طبيعة واحدة، ليست ثلاثة آلهة، إنما إله واحد جوهر واحد طبيعة واحدة في ثلاثة أقانيم، في ثلاثة خواص ذاتية. فهذه هي خواص الواحد المثلث الأقانيم الذي نعبده، وهذه الصفات التي ارتضاها لنفسه ودلنا على سرها في كتبه المنزلة على ألسنة الأنبياء والرسل. فأول ذلك ما ناجى به موسى كليمه حيث أعلمه كيف خلق آدم في كتاب التوراة، أي في بدء الخليقة، حيث يقول بصيغة الجمع التي وردت في الترجمة العبرية ألوهيم، أي هي بصيغة الجمع. فخلق ألوهيم السماوات والأرض، براشيد برا ألوهيم شمية ورعى. فبهذه يشير الكتاب المقدس إلى التثليث الأقانيم الإلهية الثلاثة، ويقول أنه خلق بضمير المفرد إلى وحد، وهذا يثبت أنه واحد في الطبيعة واحد في الجوهر الذي هو للأقانيم الإلهية الثلاثة. وقال أيضا في هذا السفر أن الله قال عند خلقه آدم نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا، كما جاء في سفر التكوين، ولم يقل أعمل على صورتي وشبهي. وقال في هذا السفر عندما أخطأ آدم هو ذا الإنسان قد صار كواحد منا بصفة الجمع، عارفا الخير والشر، ولم يقول مثلي. وقال سبحانه في هذا السفر أيضا هلما ننزل ونبلبل هناك ألسنتهم، تكوين الإصحاح 11. ذلك لما اجتمعوا ليبنوا صرحا يكون رأسه في السماء، ففرق الله ضعف رأيهم وقلت عقولهم فيما فكروا به في بابل، ولم يقول أنزل أبلبل. فهذا ما ناجى به الله موسى فخبرنا به في سر الأقانيم التي في الله. فهل ندع كلام الله والسر الذي أودعه موسى وبرهن موسى على صحته ذلك بعلامات عجيبة، ونقبل قول محمد بلا حجة ولا آية ولا عجوبة ولا دليل، حيث يقول أن الله فرد صمد، ثم يرجع فيناقض قوله ويقول أنه له روح وكلمة، فهو قد وحد وثلث من حيث لا يعلم، أي أن الإسلام يوحدون ويثلثون من حيث لا يعلمون، وسنأتي بالآيات من القرآن على ذلك. وفي القرآن أيضا شبيه بما ذكرنا عن الله كما أتى في التوراة، فنرى صيغة الجمع في آيات القرآن حينما يقول فعلنا وخلقنا وأمرنا وأوحينا وأهلكنا. فيشك أحد أن في هذه الأقوال قول شتى لا قول فرد، أي أنه يتكلم عن جمع. فإن ادعيتم أن العرب قد أجازت هذا القول واستعملته في كلامهم ومخاطبتهم تريد بها التفخيم، أي حينما يتكلم المفرد كجمع، قلنا لك لو كانت العرب وحدها هي التي ابتدعتها كان لك في كلامك حجة. فأما إذا قد سبق العرب العبرانيون والآراميون واليونانيون وغيرهم من ذوي الألسنة المختلفة على غير توطؤ، فليس ما وصفت من إيجاز العرب ذلك حجة. فأن قلت نعم قد أجزتها، حيث يقول الرجل الواحد منهم أمرنا وأرسلنا وقلنا ولقينا وما شابه ذلك،
نقول لك أن ذلك صحيح جائز في المؤلف من الأشياء مختلفة والمركب من أعضاء غير متشابهة، لأن الإنسان واحد كثير أجزاؤه، فأولى أجزاء من الإنسان النفس والجسد مبني من أجزاء كثيرة وأعضاء شتى، فلذلك جاز له أن ينطق بما وصفت من قلنا وأمرنا وأوحينا، وإذ هو عدد واحد كما ذكرت، فإن قلت أن ذلك تعظيم لله أن يقول أرسلنا وأمرنا وأوحينا، قلنا لك لو لم يقل ذلك من ليس بمستحق للتعظيم لجاز قولك، ولكن الله سبحانه يعلمنا أنه واحد ذو ثلاثة خواص، أي ثلاثة أقانيم، قد نطق بالصيغتين من أمرت وأمرنا وخلقت وخلقنا وأوحيت وأوحينا، فإن الأول دليل على الوحدانية والثاني دليل على تعدد الأقانيم. ثم أن موسى أخبر أن الله قال له اسمع يا إسرائيل الرب إلهنا رب واحد، معنى ذلك أن الله الموصوف بثلاث أقانيم هو رب واحد. وداود النبي يقول في المزمور بكلمة الرب صنعت السماوات وبنسمة فمه كل جنوده، فأفصح داود وصرح بثلاث أقانيم حين قال الله وكلمته وبنسمته أي بروحه. فهل زدنا في وصفنا على ما قال داود؟ وقال في موضع آخر في كتبه حقيقا بأن كلمة الله إله حق، ولكلمة الله أسبح في مزمور 56، ولا يكون أن يسبح داود لغير الله. قال إشعياء النبي لم أتكلم من البدء في الخفاء منذ زمان وجوده، أنا هناك والآن، السيد الرب الإله أرسلني وروحه. وهذا هو قولنا ثلاثة أقانيم إله واحد ورب واحد، لم نخرج عن حدود كتاب الله المنزل، ولم نزد ولم ننقص منها ولا بدلناها ولا حرفناها كما تدعون. ثم وصف إشعياء النبي أن الله عز وجل تراءى له والملائكة واقفون ومسبحون به قائلين قدوس 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 رب الجنود مجده ملأ كل الأرض. إشعياء 6:1-3. فتقديس الملائكة 3 مرات واقتصارهم على ذاك بلا زيادة ولا نقصان سر لتقديسهم الأقانيم الثلاثة إلها واحدا ربا واحدا، وهذا شأنهم منذ خلقوا إلى أبد الآبدين. ولو شئتم أن أمطر لكم الشهادات المقدسة المنزلة بالتصريح والاجتهاد في القول إن الله واحد ذو 3 أقانيم لفعلت ذلك، ولما ذكرته من أنكم درستم كتب الله المنزلة، فإن كنتم قد درستموها كما ذكرتم فقد استدلتم بيسير ما قد شهدت به من كتب الله المنزلة أسرارا وأقانيما وتوحيدا. وليس دعائي إليكم إلا أن الله واحد الذي هو 3 أقانيم كامل بكلمته وروحه واحد، 3 و3 واحد، ومن هذه الجهة ليس هو ثلث 3 كما شنع في القول علينا محمد إذ قال لقد كفر الذين قالوا إن الله ثلث 3 وما من إله إلا إله واحد، وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسنا الذين كفروا منهم عذاب أليم، فألا يتوبوا إلى الله ويستغفروه والله غفور رحيم. سورة المائدة الآية 73. فهذا قول محمد. ولقد كنت أحب أن أعلم من هم الذين يقولون الله ثلث 3، أمن فرق النصرانية هم أم لا؟ وأنت قد ادعيت معرفة الفرق بين 3 والفرق بين الظاهر، فهل تعلم أن أحدا منهم يقول أن الله 3 أي 3 آلهات كما كانت في الوثنية؟ فما أظنكم تعرفون ولا نحن نعرف أيضا إلههم إلا أن يكون أراد فريق من التابعين إلى مراقيون الهرطوقي والأبيونيين، فإنهم يقولون ب3 أكوان يسمونها آلهة متفرقة، فواحد عادل وآخر رحيم وآخر شرير، وليس أولئك نصارى. فأما أهل النصرانية أي المسيحيين فكل من ينتحل هذا الاسم فهو بريء من هذه المقالة، جاحد لها كافر بها. إنما قولهم أن الله واحد ذو كلمة وروح من غير افتراق، وقد أقر محمد بهذا إذ حثكم على الإيمان بالمسيح سيد العالم ومخلص البشر. يا أهل الكتاب لا تلغوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروحا منه، فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا 3 وانتهوا خيرا لكم إن الله إله واحد. سورة النساء الآية 101.
71. فالله تبارك وتعالى ذو كلمة وروح ووجود، ومحمد يقول أن المسيح كلمة الله تجسد وصار إنسانا. فهل هناك بيان وشرح أو إيضاح أو تصريح أكثر من هذا؟ ثم ختم بقوله: لا تقولوا 3 آلهة، أو يتوهم ذلك عن الله جل وعز بأن انتهوا عنه، فإن خيرا لكم ألا تقولوا بمقالة المروقيين الجهلة أنهم 3 آلهة. فقد شرحت لك معنى قولنا أن الله واحد ذو 3 خواص أقانيم ذاتية، كلمة وروح ووجود، واحد ذو 3 أقانيم، إله واحد. فإن عقيدة الثالوث لا تعني مطلقا وجود 3 آلهة كما يتوهم المسلمون، ولكن مفهوم هذه العقيدة هو أن الله واحد موجود بذاته، فأعلن مسميا نفسه الآب، ناطق وعاقل بكلمته، فأعلن مسميا نفسه الابن الكلمة، حي بروحه، فأعلن مسميا نفسه الروح القدس. ولا يفهم من هذه التسمية وجود علاقة جسدية كما من المفهوم البشري، وإنما دلالات روحية كما هو واضح أمامكم. وليست هذه التسمية من وضع إنسان أو اختراع بشري. التوحيد والتثليث، فيشهد القرآن أن النصارى أو المسيحيين بأنهم موحدون بالله وغير مشركين مع الله أحد، وأنهم ليسوا كفرة، ويتضح ذلك من الآيات. سورة العنكبوت آية 64: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتالي هي أحسن، قولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم إلهنا وإلهكم واحد. وبهذا يشهد القرآن أننا نحن المسيحيين أهل الكتاب نعبد إله واحد، الله الواحد. وجاء في سورة آل عمران الآية 113 إلى 114: من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله إناء الليل وهم يسجدون ويؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسرعون في الخيرات. ومن هذا يتضح جليا بأن أهل الكتاب أي هم المسيحيون يؤمنون بالله الواحد ويتلون كتبه الموجودة بين أيديهم في أيام محمد، ويسجدون الله الواحد أثناء تأدية العبادة. وجاء إذن في سورة المائدة الآية 82: لتجد أشد الناس عداوة الذين آمنوا أي المسلمين اليهود والذين أشركوا، ولتجد أقربهم مودة الذين آمنوا الذي قالوا إن نصارى الذي بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. ويتضح من هذه الآية أن النصارى ليسوا مشركين بالله، فالمشركون واليهود هم أشد الناس عداوة للمسلمين، أما النصارى فهم أقرب الناس مودة لهم. سورة آل عمران الآية 55: إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجعلوا الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. يتضح لك من هذه الآية أيضا أن الذين تبعوا المسيح وهم المسيحيون ليسوا كفرة، بل إن الله ميزهم عن الكفر ورفعهم فوقهم. فمن كل ما تقدم تأكد لك شهادة القرآن للنصارى بأنهم يعبدون الإله الواحد وأنهم ليسوا كفار أو مشركين كما يدعي بعض أئمة الإسلام. شهادة القرآن عن الثالوث في المسيحية جاء في سورة النساء الآية 171: إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروحا منه. ففي هذه الآية يتضح أن الله له ذات في قوله رسول الله، وكلمة في قوله كلمته، فالهاء ضمير مفرد غائب يعود إلى الله، وروح في قوله وروحا منهم، فالهاء في منه ضمير مفرد غائب يعود على الله. ونحن المسيحيون لا نقول بأكثر مما هذا، وقد تأكد لك شهادة القرآن لعقيدة الثالوث، وهذا لا يقتضي الشرك بالله، وأن لا إله إلا هو، إن الله واحد كما جاء في رسالة يعقوب. وإلى هنا تنتهي الحلقة الثانية عن التثليث والتوحيد. أرجو من الذين يسمعون كلمة الحق أن يصلوا ويطلبوا من الله أن يفتح عيونهم ليعرفوا الحقيقة،
وأنا أوجه هذا الكلام للأخوة المسلمين أينما كانوا. نحن نحبكم ونصلي من أجلكم لكي يفتح الله وينير عقولكم وأعينكم التي أعماها سيد هذا العالم إبليس وملائكته لكي لا تعرفوا الحق، وبها نشر البدع والهرطقات والأنبياء الكذبة لكي يبعدهم عن معرفة الحق وكلمة الحق والحياة الأبدية التي هي بالرب يسوع المسيح كلمة الله المتجسدة الذي تألم ومات وقبر وقام في اليوم الثالث ليعطي الحياة لكل من يؤمن به ويقترب منه ويعرف الحق. الرب يبارككم ويحفظكم وينير طرقكم. صلوا من أجلي. أنا الراهب المشرقي. أرجو من الأخوة نشر هذا الفيديو لكي يتم ويتمجد اسم الرب في كل عمل، والرب يكون معكم. آمين.